الخلوق عماد النحاس، العقل المفكر لخط دفاع الاهلي في الجيل الذهبي. تعرف محمد عبد المنعم وفنتاته وثقته في نفسه ومهارته في الخط الاخير هي المهاره والثقه والفن في الخروج بالكره من الخلف. ليبرو حريف قوي قوي قوي، تحب تتفرج عليه. يعني بص الكوره دي كده، المهاجم داخل ضاغط عليه بسرعته بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا. قال له خدت حاجه من الدنيا؟ قال له لا. قال له طب خد الكوبري ده، كوبري عالمي على الماشي كده. كان بيتميز النحاس بدقه تمريراته سواء القصيره او الطويله. بالمسطره يا حبيبي، بالمسطره. من المدافعين القليلين قوي في الكوره المصريه اللي بيجمعوا بين المهاره والخروج بالكوره بشكل صحيح، الوعي التكتيكي، وبرضه الاستخلاص والسرعه والقوه والضغط والتميز في ضربات الراس والكور العاليه. النحاس ليه اهداف حاسمه مع الاهلي في الدوري كتير، ويمكن هو من اللعيبه اللي ما خدتش حقها في الاشاده سواء وهو في الملعب او حتى لما اعتزل، رغم انه كان ركيزه اساسيه ومهمه في جيل العظماء، جيل تريكا وبركات. النحاس من المدافعين القليلين اللي سجلوا هاتريك، وكان في مباراة الأهلي والاتحاد عام 2005-2006، وانتهت المباراة دي 6-0، وسجل الموسم ده 8 أهداف للأهلي في الدوري، وده رقم كبير لمدافع، غير أهدافه في أفريقيا وفي كأس مصر. عماد النحاس مسجل مع الأهلي والإسماعيلي 35 هدف، وهو رقم طبعا كبير جدا لمدافع يسجل 35 هدف طول تاريخه. عماد قائد للفريق جوه الملعب، بيعرف يلم اللعيبة ويتكلم معاهم ويحمسهم ويحفزهم، وطبعا كان مشهور بالاخلاق والتدين. بدا عماد النحاس حياته مع الكوره في مركز شباب مغاغه، ومنه لاسوان، ومن اسوان للجيل الذهبي للاسماعيلي اللي حقق الدوري، وبعد كده رحل للنصر السعودي، ومنه للاهلي عام 2004 عشان يبدا مع مانويل جوزيه الساحر البرتغالي مشروع الجيل الذهبي اللي كان من اهم الركائز فيه. حقق عماد النحاس 6 دوري مصري، 1 مع الاسماعيلي و5 مع الاهلي، و3 كاس مصر، 1 مع الاسماعيلي و2 مع الاهلي، و3 دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، و3 كاس سوبر افريقي، و4 كاس سوبر مصري، وبرونزيه كاس العالم للانديه في اليابان التاريخيه. حقق مع الاهلي 17 بطوله، ومع الاسماعيلي بطولتين. واعلن اعتزاله كره القدم عام 2009، وتولى منصب مساعد مدير الكوره في الاهلي، وبعد كده نائب رئيس قطاع الناشئين، ثم رحل عام 2014 واتجه للتدريب عشان يقدم نفسه كمدرب مصري واعد. اتمنى اشوفه في الاهلي حتى لو مدرب عام في يوم من الايام، وان شاء الله ده يحصل قريب للعمده عماد النحاس. وفي نهاية الفيديو بنحب نثبت ونوثق ان لعيبة الاهلي ما كانتش بتيجي من الاسماعيلي، او الجيل الذهبي للاهلي ما اتبناش وما اتصنعش في الاسماعيلي، لان اصلا عماد النحاس بدايته كانت في مركز شباب مغاغه في المنيا، وبعد كده الاسوان، ومنه للاسماعيلي، وبعد كده راح النصر السعودي ورجع للاهلي. يعني ولا الاهلي اشتراه من الاسماعيلي، ولا هو من ناشئين الاسماعيلي، ولا ليه اي علاقه بالاسماعيلي. وده كان اول واحد في الجيل الذهبي اللي دايما بيفضلوا يقولوا ان هو جاي من الاسماعيلي، والاهلي بيفضل الاسماعيلي، والكلام ده عاري تماما من الصحه. قول لي انت كمان بقى كده رايك، مين احرف، محمد عبد المنعم ولا عماد النحاس العمده الحريف قوي؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير كمان للفيديو عشان يوصل للعمده عماد النحاس. وبس كده، سلام يا اهلاوي.